عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم جيتكم بصفة جاتو الراس العام بنا على بنا. بالحق نودكم ولا نشهيكم جاتو بيستاش. عملنا مع بعضنا الجاتو متاع البيستاش لكن بكريمة الموسلين، والمرة هذية باش نعملوها بكريمة مختلفة تماما، لا تستحقوا لا عظم ولا زبدة، وتجيكم كريمة بنينة على الاخر. وباش نحضروها بالكريمه الحاضره هذيك نتاع الكريم باتيسير اللي نشريوها في تونس، وتراو طريقه كيفاش نعملوها بالضبط باش تجيكم متماسكه وعاقده. وباش نعملوا معاها نخلطوا معاها حاجات اخرين تراو شنو بالضبط باش هكاك تعرفوها في وسط الفيديو. وباش نعملوا زاده الجاتو بالبيستاش والفرامبواز بنا ما نحكيكمش. تنجموا زاده تعوضوا الفرامبواز بالفريز ولا تعملوها بيستاش كهو، لكم حريه الاختيار. اقعدوا معايا وتابعوني للاخر. واول حاجه باش نبداو في تحضيرها هي جنواز البيستاش، سهله على الاخر وبسيطه. نجموا تعملوا داكواز يعني بابيض البيض فقط، والا تعملوها كجنواز بالاصفر والابيض. انا تعجبني بالاصفر والابيض باش هكاكا تجيني عاليه شويه وما تجيش كيما البسكوي. نستحقوا 8 كعبات عظم يكونوا على درجه حراره الغرفه، يكونوا متوسطين الحجم، عليهم 150 غرام من البيستاش. رحيته بالطريقه هذه، يكون فيه شويه حبيبات باش يعطي قرمشه. عليها 100 غرام من لوز المرحي، لوز ابيض. نجموا تستعملوا بيستاش اكاهو ولا تستعملوا بيستاش ولوز. وباش نستحقوا عليهم 50 غرام من الفرينه، 100 غرام سكر حبيبات، و100 غرام من سكر غلاس. وتوا يجيو نوريكم الطريقه. نبداو بسم الله باش نحط كميه الفستق واللوز، ضفت عليهم زيدا كميه الفرينه لازمنا نغربلوها بالكدا، ونفس الشيء زيدا بالنسبه للسكر غلاس. ضروري على الاخر اتغربلوه خاطر راهو يبدا فيه الحبيبات كما تلاحظوا لهنا. حاولت ديجا انا انهبطهم الكلهم هكيه بالمغرفه، المهم غربلوه بالكدا وهبطوا الكميه الكلها. توا شنو اللي نعمل؟ نخلط النواشف الكل مع بعضها، اللوز والفستق الفرينه والسكر غلاس، خلطوهم مليح ومن بعد ان شاء الله نحطوهم على جنب ونتعداو نحضروا المورانج. ونجي لهنا باش نفصل اصفر البيض على ابيض البيض. بالطبيعه الشقاله اللي باش تخدموا فيها والا الغيسيبيون اللي باش تخدموا به لازم يكون شايح 100% من الماء، ما يكونش فيه حتى قطره متاع ماء، ما يكونش فيه الندوه. نظفوه مليح باش هكاكا المورانج متاعنا يطلع بالباهي ويتضاعف الحجم متاعو. والعظم لازم يكون على درجه حراره الغرفه، اذا كانوا في الفريجيدير خرجوه قبل بمده باش هكاكا يطلع لنا بالباهي. وبالنسبه للعظم ردوا بالكم تطيحوا الاصفر مع الابيض. توا لهنا باش نخليه يتخدم هكاكا وحده من غير ما نضيف له حتى شيء اخر مدة 5 دقائق كاملين، حتى كشين تلاحظوا يبدأ يطلع هكايا في الكشكوشة ويبدأ يبيض. من بعد إن شاء الله نضيفوا عليه السكر. وكما تلاحظوا بعد ما ولا بالطريقة هذه ابياض الخليط تخدم مدة 5 دقائق كاملين. توا نبدأ نضيف له في السكر حبيبات تدريجيا حتى كشين نكمل الكمية كلها ونخليه تخدم 5 دقائق. من بعد نبدأ نضيف في أصفر البيض بالكعبة حتى كشلين نكمل الكونتيتي الكل. وبالطبيعة نخليهم زيادة يتخدموا 5 دقائق أخرين، يعني الكل في الكل خليناهم يتخدموا مع بعضهم مدة 15 دقيقة كاملين حتى كشين يتضاعف الحجم متاع المورانج. وبالطبيعة نجموا حتى تستعملوا مضرب كهربائي يدوي عادي راهو نفس الشيء. وتوا باش نبداو نضيفوا في هك النواشف الكل اللي حضرناهم مع بعضهم، اقسمتهم على 2، ما نحطوش الكونتيتي الكلها من الاول سينو راهو المورانج الكل يتيحنا، وحنا حشنا به يكون فيه هكايا الهواء يكون طالع باش هكاكا من بعد تجينا الجنواز خفيفه شره. نخدمهم بالطريقه هذه بسباتول من اللوطه للفوق كما العاده باش هكاكا ما يخرج منها الهواء. نكمل نضيف الكونتيتي كلها متاع النواشف الفستق اللوز الفرينه سكر غلاس، ونرجع نخدمهم بنفس الطريقه بالضبط بالشكل هذيا. وحاولوا ديما اجبدوا من اللوطه راهو ديما يهبط اللوطه. وتوا جبت لهنا طبق حطيت عليه بابي كويسون، الكبر متاعو 30/40. باش نحط الكونتيتي على كبر الطبق بالضبط، وباش نخلي كونتيتي صغيره باش نحطها في طبق اخر باش نعملها زيادة على شكل دائري، يعني على الكبر اللي باش نعمله من بعد. وتوا نحلها هكايا على كامل الطبق ونهزها بالطريقه هذه، نستويها مليح باش هكاكا على جنب الكلها تجيني نفس العلو بالضبط. توا مقعد كان باش نهزو نحطوها في الفور، ولازم الفور تشعلوه بالمسبق على درجة حرارة 180 درجة.
وباش نحطها على درجة حرارة 180 درجة، نجعل عليها من الفوق ومن اللوطة ونخليها بين 15 ماكسيموم 20 دقيقة مش أكثر، خاطر راهي فيسع ما تطيب. ونجي لك الطرف الاخر اللي خليته نفس الشيء في الطبق، نحط عليه بابي كويسون ونصب الكونتيتي الكلها على حسب الكبر متاع الدائرة اللي باش نعملها من بعد، ونحطها في الفور. وبعد ما تابوا ديريكتومون هما سخونين نحيهم من الطبق ونخليهم يبردوا كومبليتمون، وبعد ما يبردوا نحيلهم البابي كويسون بالطريقه هذيا، وباش نقسمهم على حسب الدائره اللي باش نستعملها. الدائره اللي اخترتها اليوم القطر متاعها 18 سنتيمتر، نجموا راو حتى تستعملوا 20 سنتيمتر، يعني من 18 الى 20. اهو كان نحاول نستغل المساحة الكل باش هكاك نعمل بهم 4 طبقات كاملين، وما شاء الله تطلع هكا عالية شوية. جيت هكية بسكينة نحاول هي اللي نستوي بها على جنب الكل، وفيك الطرف الاخراني بالكل هذاك زيدا نستغلوه باش نعملوا به الطبقة اللي في الوسط. وكما تلاحظوا كونت به ديجا الدائرة هذه، والكل في الكل اتحصلنا على 4 طبقات متساوين ما شاء الله يعملوا 66 كيف. نجيب توا باش نحضروا الكريم سهله على الاخر، تجيكم خفيفه وبنينه تشره. باش نستحقوا لهنا الكريم باتيسير، نجموا طيبوها وحدكم في الدار كما وريتكم قبل، والا تاخذوا ساشيات هذوما يبداو حاضرين نتاع كريم باتيسير باش نوريكم كيفاش باش نحضروهم. الباكو بركه فيه 40 غرام، وعلى الباكو نستحقوا نص لتر نتاع حليب، لكن انا مانيش باش نستعمل نص لتر حليب، باش نستعمل فقط على الباكو 300 مليلتر. خذيت انا 3 باكوات عليهم 900 مليلتر حليب، وعليهم مقدار 100 غرام من السكر. وبالطبيعه بالنسبه للحلاوه تزيدوا والا تنقصوا على حسب انتم قداش تحبوا، وتنجموا زاده تستعملوا الكريم باتيسير نتاع البيستاش، لكم حريه الاختيار. وباش نستحقوا عليها باكو نتاع كريم شانتيي. الباكو هذايا نستحقوا عليه بالضبط مقدار 450 مليلتر من الحليب، لكن انا في بلاصه الحليب باش نستعمل كريمه الخفق باش هكاك تجيني عاقده اكثر، وما نحطوش 450 مليلتر، نحط فقط 400 مليلتر، ولازمها تكون بارده بالباهي. وخديت زاده مقدار 200 غرام الفستق، رحيته مليح حتى يكشلين ولا بات بالطريقه هذه اللي باش نكهو به الكريم وباش يعطينا اللون المزيان. وتوا مقعد كان باش نوريكم الطريقه. وباش نبداو في تحضير الكريم باتيسير، باش نصب 3 باكوات كاملين كما تلاحظوا، باش نضيف عليهم كمية السكر ونضيف عليهم 900 مليلتر من الحليب يكون بارد او سخون ما فما حتى مشكل. وباش نخلطهم مليح مع بعضهم بالفوي، ماذا بكم تستعملوا الفوي باش هكاك ما تكعبرش، وكل البودغ كلها تتحل اوتوماتيكمون في وسط الحليب. توا مقعد كان باش نهز نحطوها على الغاز ونحطوهم على نار تكون عالية المرة الأولى باش فيسع الحليب يسخن، ومن بعد نقصوا عليه ونخليه حتى كشلين أكل الكريم تبدأ تعقاد، وبالطبيعة مع التحريك المستمر باش ما تكعبرش. وبعد ما تطيب ديريكتومون وهي سخونة نجي لهنا في سحفة أي حاجة متوفرة عندكم تصبوا فيها، نصب الكونتيتي كلها نستويها بالطريقة هذه، وباش نغطيها على طرف الكل بالبابي سيلوفان، ولازم البابي سيلوفان يكون يمس فيها باش هكيك من بعد ما تطلعش القشرة من فوق. توا باش نهز نحطها في الفريجيدير، خليها تبرد كومبليتمون لين تولي متماسكه بالبي. اذا كنكم مزروبين نجموا حتى تحطوها في الثلاجه. نحطون توا باش نحضر الطبقه نتاع الفرامبواز. اذا كان تحبوا تعملوا الفرامبواز في الجاتو هذايا راهو سهله على الاخر من غير لا جيلاتين ولا حتى شيء. خديت لهنا مقدار 350 غرام من الفرامبواز هذايا بارد يكون كونجيلي بالطريقه هذيا. باش نستحقوا عليهم 100 غرام من السكر، تنجموا تزيدوا اذا كان تحبوها احلوها اكثر كما تحبوا، وعليهم 2 مغارف كبار مليانين نتاع نشا. وتوا باش نوريكم بالضبط كيفاش باش نحضروها. اول حاجه باش نصب كونتيتي كلها نتاع الفرامبواز، نضيف عليهم السكر، ما نستحقوش باش نضيفوا لهم الماء خاطر ديجا الفرامبواز كما قلت لكم كونجيلي يبدا يسيب في هكا الماء هذاك الكل اللي فيه. خليه هكايا يبدا يذوب شويه معاك السكر هذاك يتخدم بالطريقه هذيا. وفي الاخر نضيف له كميه النشا مقدار 2 مغارف كبار. بالنسبه للنشا هو اللي يخليه يعقاد ويولي كما الكريم بالضبط. ومع التحريك المستمر
بالطريقة هذية تو يزيد يتحل لين يعقاد بالطريقة هذية ويجيكم ما شاء الله يعمل الكيف، وكي يبرد من بعد ان شاء الله يتماسك بالباهي. توا باش نحطوه في صحاين كيما هكايا، باش نصب الكونتيتي كلها وهي سخونه، وبطبيعه الحال باش نغطيوها بالبابي سيلوفان حتى هي ويمس فيها لازم باش ما طلعش كوش خايبه من الفوق، وباش نخليوه يبرد شويه حتى كشين نكمل نحضر الكريم ومن بعد نحضروا بيه الجاتو. وتوا باش نكملوا نحضروا الكريم، حطيت لهنا كريم شانتيي، ضفت عليها كريمه الخفق. وعلى فكره راهو في بلاصه كريمه الخفق تنجموا حتى تطلعوا الكريم شانتيي نتاعكم بالحليب، ما فما حتى مشكل. المهم نقصوا في كميه الحليب على حسب الباكو قداش يقولكم، باش هكاكا تجيكم ما شاء الله عاقده وتجيكم متمسكه بالباهي. وهذه لا كريم باتيسير ما شاء الله بعد ما تمسكت بالكدا ضفتها للكريم شانتيي اللي طلعناها مع كريمه الخفق، وضفت عليهم توا البات نتاع البيستاش، ونخليهم جوست هكا دوبه ما يتحلوا مع بعضهم شويه ويتخدموا، ومن بعد نقص عليهم. المهم بالنسبه للكريم شانتيي مع كريمه الخفق ما تخدموهاش اكثر من لازم، السوفي تتخدم وتطلع بالكدا وقتها نقصوا عليها، سينو راهي تفسد لكم. وما شاء الله التكستور اتشرف. وتوا باش نتعديو نحضروا الجاتو متاعنا. حطيت الطبقه اللوطانيه نسقيها مليح كسوا بالسيرو والا بالحليب، لكم حريه الاختيار. وباش نعمل هنا الطبقه الاولى متاع الكريم اللي هي بالبيستاش، جست نوصلها للوسط ونحط في الوسط الكونتيتي متاع الفرامبواز، ونرشوا عليها شويه من الفستق اللي هروشته بالطريقه هذيا باش يعطي اتقرميشه وتجينا هكا ياسر بنينه. حطيت طبقه توا متاع كريمه البيستاش باش هكاكا نغطي بها الكل هكايا من الفوق، ونجي نستويها مليح بالمغرفه خاصه على جناب باش هكاكا ما يقعدوش فارغين. توا نجيب الجنواز، خديت لهنا الجنواز اللي هذه اللي مقسومه باش ما تظهرش في الوسط، ونستويها بالطريقه هذه ونكمل نسقيها على جنب الكل باش هكيكا تطلع لنا طريه تعمل الكيف. نحطوا الطبقه متاع كريمه الفستق كالعاده نخليوها للوسط، نستويها كما هكيا بالمغرفه، نحط في الوسط الطبقه متاع الفرامبواز ونكمل حتى هي زيادة نستويها بالطريقة هذية، ونحط عليها الكريمة متاع الفستق. المهم نغطيوها مليح. نجيب المغرفة بنفس الطريقة بالضبط، نكمل نغطيها ونستويها على جناب الكل، ونجيب شوية من الفستق المهروش اللي باش يعطينا كالعادة اتقرميشة، وباش نحط عليها الطبقة متاع الجنواز نستويها بطبيعة الحال، ونفس الشيء نسقيها مليح. بالنسبة للحليب تستعملوه إذا كنكم ماكمش باش تستحفظوا بها المدة طويلة، سينو إذا كن باش تستحفظوا بها المدة طويلة هكا استعملوا السيرو. نحط كالعادة لهنا طبقة متاع كريمة الفستق وزيادة الفرامبواز، ولا زيادة تنجموا تستعملوا حتى الفريز يتماشى معاها على الاخر. ونجي من الفوق نكمل هكايا نغطيها بالكريمة الفستق ونستويها على طرف الكل وعلى جنب الكل، وباش نرش عليها شوية من الفستق المهروش بالطريقة هذية، ونحط عليها اخر كعبة متاع الجنواز نستويها بالطبيعة على جنب الكل. سقيتها شوية زيادة هي بالحليب وعملتها من الفوق بكريمة الفستق، استويتها مليح. وتوا باش نهز نحطها في الفريجيدير ترتاح مدة ساعة كاملة حتى كشلين تبرد بالباهي. وتوا بعد ما ارتاحت ما شاء الله نجيو لهنا نحي منها اكل مول، وما شاء الله كيما تراو الطبقات كيفاش طلعوا. نجموا تخليوها كيما هكاكا وتزينوها، والا زيدا نجموا تغلفوها بالكريم هذيك اللي حضرناها. وكيما لاحظتوا الكريم هذية تعملوا بها الجاتو الكل، يعني ما تستحقوش اكثر من كريم باش تعملوا الجاتو، خاصه اذا كان باش تعملوها مثلا بيستاشا كهو ما كنتش باش تعملوها كيما انا بالفرامبواز هاكا تستحقوا كل الكريمه هذية. وتوا استويتها على جناب، نجموا تخليوها كيما هكا زيدا وتزينوها ديريكتومون، والا تعملوا زينه اخرى كيما انا باش نعمل من بعد بالشوكولا كيما تحبوا، باش نخليها تبرد بالباهي في الفريجيدير.
وانتخ طون باش نمشيو نحضروا الجلاساج اللي باش نعملوه من برا. خديت لهنا 300 غرام من شوكولاته البيضه، ذوبتها مليح ونضيف عليها مقدار 80 مليلتر من الزيت النباتي. هاكا نضيف ونخلط في نفس الوقت بالطريقه هذه حتى كشين يتحل الكل في وسطه، هذيك اللي باش يعطي لمعه مزيانه. وفي نفس الوقت زاده الشوكولا جينا ياسر محليها من برا. باش نضيف عليها شويه من الفستق المهروش مقدار 100 غرام ونخلطهم مع بعضهم مليح مليح. حاسيلو باش تعطينا طبقه من برا ياسر ياسر مزيانه تبدا فيها هكا الكعب نتاع الفستق. انا حبيت نعملكم ليدي هذه المره هذه باش تكون ايدي مختلفه زاده على انواع لي جاتو اللي عملتهم لكم من قبل. سينو كيما قلت لكم تنجموا حتى تخليوها كيما هي ونستوي على جنب الكل، نخليها تبرد كومبليتمون في الفريجيدير ومن بعد نزينها. وهذه الجاتو متاعنا ما شاء الله جات ياسر ياسر مزيانه. زينتها من الفوق هكايا بالفخوي غوج، على جناب من اللوطه شويه من هاك الكريم اللي قعدت لي دورتها بها بالطريقه هذه. وكيما تراو قصيت لكم مخصو ما شاء الله وتبارك الله تجي فيها اكل طبقات ياسر حلوين، وفي الوسط اكل بارتي نتاع الفرامبواز اللي حطيناها في وسطها، خاصه اذا كانكم من محبي البيستاش مع الفخوي غوج راهو حاجه ما نحكي لكمش بنا غير عاديه. ومع الشوكولا بلون من برا بالحق اقوى ما تجربوا. حبيت نقص لكم لهنا باش تراو التراوه تعمل الكيف. قولوا لي في كومنتير شنو رايكم في الجاتو نتاع اليوم، ونشوفكم في فيديو جاي. باي باي.